الثروة في دقيقة 22، السعود حمود في دقيقة 27، تعادل الحربي من كرة ثابتة وهدف جميل، والراشد من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة يعيد الأمل، ينتزع النقطة من فارس نجد. ينتهي وتنتهي هذه المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما. مبروك للفريقين، حظ أوفر لمن لا يتمنى هذه النتيجة. سيداتي النساء سادتي، شكرا لمتابعتكم، إلى الملتقى. هذه أجمل تحية مني محدثكم عدنان حمد الحمادي، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظات أنقل الميكروفون إلى الزميل طارق الحماد في ملعب المباراة، وكانت معكم لاين سبورت من قلب الحدث. شكرا زميلي عدنان على الوصف بالتعليق على هذه المباراة. يمكن الآن نشوف أغلب لاعبين النصر موجودين في منطقة وسط الملعب. يمكن إذا زميلنا المصور نشوف المشهد، يعني في احتجاجات كبيرة على التحكيم، في يعني عدم رضا كبير على التحكيم في هذا اللقاء. بنحاول قدر المستطاع نتحدث مع الكباتن. كابتن شو اللي حصل اليوم؟ والله زي ما انت شفت كل شيء واضح، يعني انا ما عندي كاميرا عشان اشوفها بوضوح، لكن انا ما اعتقد ان الهدف الثاني حقهم بلنتي. بس كابتن يعني واضح احتجاجات النصراويين يمكن علامه مثيره بصراحه. اكيد شيء واضح، في اخطاء يحسبها هي مو باخطاء، انا ما ادري هو حكم ولا ضدنا، ما شيء واضح هنا يا اخي. هل تعتقد بالنسبه لكم يعني تاثرتوا نفسيا مثلا اليوم؟ شو اللي حصل؟ شيء طبيعي يا اخي، لما اكون فايز وحكم يسبب فيني هدفين لابد اني اتمرمط في الملعب واطلع جو اللعب. طيب عموما خسرتوا اليوم نقطتين، خسرتوا المباراه الماضيه ايضا نقطتين، راح ياثر على مشواركم كبير في الدوري. لا بالعكس، النصر فريق كبير ويعرف شلون يرجع، لكن ما احنا نبغى نرجع، لكن في اشياء ترجعنا، يعني في الملعب الحكام ضدنا ما نبغى شلون نرجع احنا زي كذا. يعطيك العافيه كابتن. احد نجوم فريق النصر متحدثا معنا عبر لاين سبورت. ما في مشكله، برجع شويه. انا طبعا ما اسمع زميلي سعد المريشد علشان اتاكد اذا هو جاهز او لا، لكن راح نتحدث مع سمو الامير فيصل بن تركي، ونتحدث ايضا مع لاعبين النصر على هذا اللقاء. كابتن شو اللي حصل كابتن؟ ابن حسب الله ونعم الوكيل. على مين؟ الحكم. طيب معليش، بلنتي اخر دقائق يعني واضحه بيده، ليش؟ البلنتي حقه مسكوت الاخير واحنا واضح عين عينك. هم زعلانين على هدفكم الاول. انا معليش، البلنتي هذا بلنتي واضح عين عينك باخر الدقائق. نعم. طيب ننتظر الامير فيصل بن تركي ايضا. سمو الامير. طيب كابتن شو اللي حصل كابتن لو سمحت؟ ان الموضوع متاح لاتخاذ القرار، سواء كان على النصر او التعاون كجماهير او كمسؤولين على الفريقين او على حكام المباراة. يجب اتخاذ قرار حازم في هذه المواجهة. ما نشاهده، هل وصلت كرة القدم إلى هذا الحد؟ هو سؤال يطرح للجميع. لا نستطيع صراحة أن نعلق على ما شاهدناه في هذه المباراة. كرة القدم